اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الفانتسي، لكن المره دي فانتسي مختلف تماما عن اللي كنا بنقدمه قبل كده. فانتسي الدوري الانجليزي وخوازيقه، لكن فانتسي كاس العالم هيكون حلو جدا جدا جدا. الناس اللي معانا فانتسي اليورو في اليورو اللي فات اكيد عارفه الموضوع ده. لكن كاس العالم يا جماعه متعه، كاس العالم متعه. اول ما تسمع الموسيقى كده بتاعت كاس العالم وهي نازله انت بتحس ان انت عايش في فرح، عايش في فرح. لما تبدا تشوف اللقطات بتاع كاس العالم تحس ان انت عايش في فرح والدنيا مختلفه خالص بالنسبه لك، مش زي اللي انت كنت متعود عليه قبل كده. فبصراحه بيكون فتره كده فيها كميه انبساط كبيره جدا. بعيد عن الفانتسي انت بتكون مبسوط، لكن انت هتلعب فانتسي وتكون بتتفرج على كوره حلوه ومشاهد كويسه جدا. وقطر اعتقد هتقدم نسخه استثنائيه من كاس العالم على الرغم من الحاجات اللي هي تتعرض لها في الفتره الاخيره والمضايقات. ونتمنى التوفيق ان شاء الله لقطر في التنظيم ولكل المنتخبات العربيه المشاركه في كاس العالم. كنت اتمنى مصر تبقى موجوده طبعا، لكن للاسف ملناش حظ ان احنا نكون موجودين. فالنهارده يا صاحبي جاي كده اكلمك في تشكيله مبدئيه. بدات ان انا اجهز تشكيله كده، فحطيت تشكيله مبدئيه ان تبدا ان الناس تفكر فيها وتاخد منها افكار ان هي تجهز التشكيله بتاعتها النهائيه. ويلا بينا ندخل تفاصيل الحلقه بعد الانترو باشا. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه. الليج هتلاقي الكود بتاعه موجود تحت في الديسكربشن بتاع الفيديو. ما تنساش انك تدخل معانا الليج بتاع كاس العالم. قبل ما ندخل في التشكيله خليك فاكر كمل معانا الفيديو للاخر، لان هتلاقي فيه نقط كتيره جدا مهمه تقدر ان انت تستفيد منها في الاخر. سيمون حارس مرمى اسبانيا هيكون عندي في حراسه المرمى، سعره 5.5 مليون. شايف ان هو اوبشن كويس جدا قدام كوستاريكا في اول مباراه. الراجل هيكون كويس جدا وعادي ممكن يطلع بكلين شيت في المباراه دي. تيجي في خط الدفاع. خط الدفاع هيكون عندنا اول واحد ماتي كاش، طبعا لاعب استون فيلا، اللاعب بيلعب في بولندا، كمان سعره حلو قوي قوي قوي، سعره 4 مليون. فبالتالي سعره كويس قوي ان انت تقدر انك تعتمد عليه مباراته الاولى امام المكسيك، فمباراه حلوه جدا بشكل كبير تقدر ان انت تعتمد عليه فيها. بعد كده لوك شو، والناس اللي لعبت معانا فانتسي اليورو عارفه لوك شو كنا بنجيبه ونحطه. يعني انا كنت بصراحه عايز اجيب تريبير، يعني كنت عايز احط في التشكيله تريبير، لكن يا جماعه لسه الموقع لحد وقت التصوير لسه ما عملش الابديت لاسماء اللاعبين كلها. خلي بالك من النقطه المهمه دي، وللفرق كلها القوائم بتاع الفرق. دي نقطه. النقطه الثانيه ان تريبير انا قلقان انه ممكن ما يلعبش، ممكن تطلع في دماغ ساوث جيت هو دماغه تعبانه اساسا لوحده ويلعب ارنولد عليه. فلوك شو هو المضمون ان هو يكون موجود. بعد كده ممكن ان احنا نبيعه ونجيب حد ثاني مكانه، مش هيكون عندنا مشكله. او لو اتاكدت ان تريبير هيلعب احط تريبير على حساب لوك شو. بعد كده نيجي نتكلم عن رافائيل راجل يعني لاعب فريق البرتغال، بيقدم بشكل كويس جدا. الناس اللي مش عارفاه او الناس اللي ما اتفرجتش عليه في اليورو اللي فات كان بيبدع وكان بيقدم بشكل كويس جدا. فشايف ان رافائيل جريرو هيقدم بشكل كويس جدا في الفتره. كنت عايز اجيب كانسيلو لكن ده ارخص من كانسيلو، فبالتالي بيوفر مليون ان انا ابدا استخدمه في نقطه او مركز ثاني. نيجي بعد كده عند اللاعب اللي ظبطنا في الفتره اللي فاتت في اليورو برده كان دومفريز من فريق هولندا. دومفريز ده اللي اتفرج عليه يا جماعه، الراجل كان مبدع في اليورو اللي فات. الراجل كان مكسر الدنيا وكان بيزيد وبيعمل كل حاجه انت كنت محتاج عليها. اللاعب الخامس اللي هكلمك عنه في خط الدفاع، برضو الناس اللي كانت بتلعب معانا يورو عارف الراجل ده، وهو مايلي او مايلي، كل واحد بينطقه بنفس الشكل. 4 مليون، لاعب منتخب الدنمارك. اللاعب ده كان عامل كذا لاند سترام اللي كان بيلعب معانا من سنتين ثلاثه فانتسي الدوري الانجليزي، واللي دلوقتي موجود معانا اندرياس بريرا قاعد بره على الدكه. هو تحط على الدكه يجيب نقط، هو تحط على الدكه يجيب نقط. لكن خلي بالك ان نقطه مهمه، انت بتقدر تغير بين الدكه وبين اللعيبه الاساسيين. ولو ما اتفرجتش على شرح فانتسي كاس العالم ارجع اتفرج على الحلقه دي نزلناها واسيب لك اللينك بتاعها تحت كمان. نقطه مهمه جدا يا شباب، فيها شويه حاجات هيفيدوك بشكل كويس. لو انت ما اتفرجتش على الشرح ارجع اتفرج عليه تاني، ان فعلا هيفيدك بشكل كبير. ده كده الخماسي الدفاعي. نيجي في خط الوسط، هيكون عندنا اول واحد هو بدري قدام فريق كوستاريكا، فبرضه حطوا ان هو يكون موجود معانا. الراجل برضه سعره 8.5 مليون، مش اكيد ان انا هبدا بيه. يا جماعه التشكيله دي في الاخر تشكيله مبدئيه هغير فيها كتير جدا لسه في الفتره اللي جايه، وهنزل لكم التشكيله بتاعتي النهائيه. الفكره انك تاخد منها افكار، تبدا تشوف اللعيبه. في ناس ما تعرفش اللعيبه دي، اللاعب فلان بيلعب في المنتخب فين، بيعمل ايه، مكانه في حاجات كده. دي شويه افكار تاخدها منها. لكن اتفرج على الفيديو بتاع شرح كاس العالم، والتشكيله بتاعتي النهائيه هنزلها تاني، ولسه هنزل حلقه نصايح ما تقلقوش. يعني لسه هنزل لكم حلقه نصايح، بس مستني الموقع يعمل ابديت للعيبه وقوائم اللاعبين عشان ابدا اكلمك تكون انت شايف الصوره قدامك اللي احنا بنتكلم عليها فعلا. بعد كده هيكون عندنا تروسارد
طبعا انت عارفه من فريق برايتون، الراجل انضم لكاس العالم او فريقه في كاس العالم المنتخب البلجيكي، طبعا برضه سعره حلو جدا، مباراته قدام كندا فحطه ما يكون معايا. ثم بعد كده هيكون عندنا ساكا، طبعا انت عارف ساكا وعارف كلامك عن ساكا هيكون عامل ازاي، فساكا هيكون موجود معانا برضه بسعر 8.5 مليون. تيجي عند اللاعب الاخير في خط الوسط هيكون عندنا جندوجان، واي لاعب ب 4.5 مليون بقى مش هتفرق. جندوجان برضه موجود معايا في التشكيله، لكن برضه لسه هغير بشكل كبير جدا في خط النص، ده هيتغير كله بشكل كبير. نيجي عند الجزء الهجومي وخط هجوم ناري من الدرجه الاولى. خط الهجوم الناري اول واحد هكلمك عنه هو نيمار. طبعا كل حاجه في البرازيل نيمار لازم يبصم عليها، كل حاجه في البرازيل لازم يبصم عليها، وهي طبعا منتخب مرشح لان هو يكون حامل لقب، يعني تختلف تتفق تشجع فريق ما تشجعش الفريق، راجل مرشح ان هو يكون حامل لقب، فبالتالي على الاقل ان هو هيعدي الادوار التمهيديه والادوار الاقصائيه، هيخوض برضه معركه كبيره فيها لحد ما غالبا هيتواجه هو والارجنتين في جزء ما. كنت نزلت لكم حلقه توقعات ممكن تشوفوها تاني يا جماعه. فبالتالي نيمار هيكون برضو موجود معانا اوبشن مهم جدا. نيجي جنبه زي ما اتكلمنا عن نيمار نتكلم عن ميسي، وميسي طبعا برضو نفس الكلام. ميسي يا جماعه ده اخر كاس عالم بالنسبه له هو ونيمار، فميسي برضو متوقع بشكل كبير ان هو ينفجر. مباراته الاولى امام السعوديه، مباراته الاولى امام السعوديه في فرق امكانيات رهيب جدا، نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي، لكن في فرق امكانيات رهيب جدا بين منتخب الارجنتين وميسي، واحد وجود واحد زي ميسي فيه، والعناصر بالنسبه الموجوده في المنتخب السعودي. فبالتالي متوقع برضو ان ميسي ينفجر في مباراه زي ديت وان هو يقدم مستوى هايل جدا في المباراه دي. تيجي بعد كده نتكلم عن كيليان امبابي، برضو قدام فريق استراليا هيأدي برضو بشكل كويس. يعني تقدر تقول بمعنى اصح خط الهجوم بتاعي هو خط هجوم فريق باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان ميسي نيمار مبابي، ده خط الهجوم بتاعي. طبعا يا جماعه دي كده حبيت ان انا اسرد لكم شويه افكار نقدر ان احنا نفكر فيها، يعني شويه افكار الناس تفكر فيها، تشوف هتعمل ايه، ناويه تعمل ايه، بتفكر في ايه، الحاجات تبدا ترتب دكتك ازاي. عندك شويه حاجات كتيره جدا تقدر ان انت تفكرهم من التشكيله دي. ان شاء الله كده كده لما يحصل الابديت زي ما قلنا هنبدا ان احنا نغير ونبدا ان احنا نجهز، وممكن نغير لك 4 5 6 لاعبين اصلا في التشكيله دي، بحيث ان انت تبدا الدنيا توصل بشكل كويس. حلقات النصايح هننزلها بس مستني الابديت بتاع الموقع، هكلمك على لعيبه ممكن ما تكونش عارفها زي ما احنا متعودين فانتسي الدوري الانجليزي، هننزلها ان شاء الله فانتسي كاس العالم. مش عايز اطول وقت الحلقه بشكل كبير جدا، لكن اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. شكرا والسلام عليكم.